السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا من جديد في قضية مغربية. قضيتنا اليوم قضية مول الفران اللي رونت مدينة الدار البيضاء. وبلا ما نطول عليكم، ودابا جيبوا شي حاجة تشربوها واجي نعاود لكم قضيتنا اليوم شنو فيها. قضية ديال اليوم غادي تدينا لمدينة الدار البيضاء نهار 18 تسعود 2008، ومع 6 ديال العشية البوليس غادي يجيهم اتصال هاتفي من طرف مستشفى عمومي، واللي غادي يقول لهم باللي واحد الراجل ومراته واللي كانت حامله في 7 شهور جابوهم شي ناس وكانوا في واحد الحاله حرجه، وبسبب التسمم المراه في البلاصه توفات هي والجنين ديالها، اما الزوج ديالها بين الحياه والموت. البوليس من بعد ما كيتوصلوا بهاد المعلومات في البلاصه كيتوجهوا لهداك المستشفى باش يتاكدوا واش القضيه فيها شبهه جنائيه ولا تسمم غذائي عادي. لكن من بعد كيوصلوا في البلاصه وكيدخلوا عند الطبيب اللي شاف الراجل ومرته واللي شخص الحاله ديالهم. كيقول الطبيب على ان المراه ماتت في البلاصه نتيجه تسمم خطير بماده سامه، ولحد الان باقي ما عرفنا شنو هي هاد الماده هادي. اما الزوج فإلى عاش فغادي يعيش مشلول، وباللي هاد السم هذا هو مأكول، يعني ماشي مشروب في شي حاجة سائلة. البوليس هنا من بعد ما وصفوا لهم الحالة الحرجة ديال الزوجين قرروا على أنهم يعرضوا الزوج على طبيب الشرعي، واللي غادي يعطيهم من بعد تقرير كامل على المادة اللي تسببت في الوفاة الأم والجنين ديالها. ومن بعد هاد الشي غادي يسولوا العائلة ديالهم اللي كانوا في واحد الحالة من الصدمة. هاد الناس هادو كانت حالتهم حالة، واول واحد غادي يحقوا معاه هو الاخ ديال الزوج، واللي قال لهم باللي الاخ ديالي مزوج وساكن معاهم في نفس الدار، هو ووالديه وخوته عايشين في الطابق الاول، اما الاخ ديالي ومراته فساكنين في الطابق الثاني. اليوم مع الجوج ديال العشيه كانوا جالسين كيتغداو حتى كيسمعوا خوهم كيحاول يعيط ليهم. طلعنا كاملين نشوفوا اشنو واقع، غير حلينا الباب كلقاو خونا مرمي في الارض وشاد في كرشو كيغوت. بداو كيعيطوا على مراتو اللي حتى هي ما جاوباتهمش، غير دخلوا الكوزينه غادي يلقاوها مرميه في الارض. هزوهم وداوهم للمستشفى، مرات خوهم ماتت في البلاصه وخوهم بين الحياه والموت. البوليس هنا غادي يسولهم اشنو كلاو في الغدا، يعني واش جابوا شي حاجه من على برا ولا طيبوا في الدار نيت. جاوبهم الاخ ديالو وقال لهم والله ما عرفت، انا ما رديتش البال، خصوصا من شفتهم في هذيك الحاله ما عرفت راسي باش تبليت، وحتى لا كانت شي حاجه فوق الطبله فانا ما رديتش ليها البال. ممكن انهم يكونوا جابوا شي حاجه وممكن يكونوا طيبوا، بصراحه والله ما عرفت. وباللي البرطمه ديالهم باقا كيف ما هي وما دخلها حتى شي واحد، وكل شي باقي في بلاصتو، حتى من الماكله اللي كلاو راه باقا فوق الطبله. البوليس هنا غادي ياخدوا امر من النيابه العامه باش يقوموا بتفتيش الدار ديالهم، وداك الشيء اللي كان غادي يمشيو للدار ديالهم. اول حاجه لاحظوها هي البقايا ديال الماكله اللي كانت عباره على لاطه متوسطه الحجم فيها الحوت وكانت تقريبا مساليه. المهم غادي ياخدوا عينه من الماكله لان هذيك الماكله كانت ديال الدار ماشي جابوها من على برا. قلبوا الدار كامله لكن ما لقاو حتى شي حاجه تل الانتباه ديالهم. ومن بعد ما داروا تحاليل البقايا ديال الماكله اللي شاطت عليهم كيكتشفوا باللي الخبز ما فيه والو، وحتى التوابل اللي طيبات بهم حتى هما ما فيهم والو. ولكن هذيك الماكله لقاو فيها واحد الماده سامه اللي كتأدي للموت او الشلل. البوليس هنا ولاو عارفين السبب اللي خلاو الضحايا يوصلوا لهذيك الحاله، لكن ما فهموش البوليس هو علاش غادي تقتل راسها وحتى الزوج ديالها، مع العلم انها كانت حامله وعايشه بخير وعلى خير. هاد القضيه خدات بزاف ديال علامات استفهام، ولكن البوليس تال الانتباه ديالهم على ان هذيك اللاطه ديال الحوت طابت في الفران ماشي في الدار. فعلا هي تصوبت في الدار، ولكن الطياب طابت في الفران ديال الزنقه. واخا سيدي حتى لهنا حنا مفاهمين. البوليس جاتهم هاد القضيه ولا الجريمه غريبه، ما حدو متبع الخيوط ديالها وكيتحققوا من اي معلومه بشويه بشويه غادي تبان اليوم الحقيقه. وفي هاد الوقيته هادي غادي يوصلهم خبر الوفاة ديال الزوج، وهنا كيلقاو راسهم امام جريمه قتل 3 ديال الاشخاص
لان الزوجه كيف ذكرت لكم كانت حامل في 7 شهور، ولحد الان ما عرفوش شكون مول الفعله. البوليس من خلال التحقيقات ديالهم مع الافراد ديال العائله قدروا يعرفوا الفران فين طابت هذيك اللاطه، الفرناتشي واللي غادي نسميوه حسن. هاد حسن كان في العمر ديالو 46 عام، مزوج وعنده 5 ديال الوليدات. الوضع المادي ديالو ما عندوش وما خاصوش، والدار اللي ساكن فيها نيت مخرج منها واحد الحانوت اللي صغير على قد حالو، كيطيب فيه الخبز ديال الناس، الماكله، اي حاجه. كان كيخدم معاه واحد الولد في العمر ديالو 17 سنه، واللي غادي نعطيو اسم رشيد. جابوا الاب ديالو باش يتعلم الحرفه، وكان كيبات في هذاك الفران، وفي النهار كيعاون حسن يتسخر ليه، يقابل ليه الفران، يعطي الناس الخبز ديالهم. في الاول البوليس خداو اذن من النيابه العامه باش يقلبوا هذاك الفران. فعلا داكشي اللي كان قلبوه كامل وحتى الدار ديال حسن، لكن ما لقاو حتى شي حاجه. البوليس غادي يحقوا مع حسن ورشيد. حسن هنا ما عرف راسو باش تبلى، كيقول باللي هو فعلا هذاك النهار الضحيه اللي غادي نسميوها سميه جات لعندو وجابت ليه اللاطه ديال الحوت باش يطيبها، حطاتها ومشات في حالها. ومع 2:30 جا راجلها خلصني ودا الماكله ديالو. البوليس لحد الساعه باقي ما وصلوا لحتى شي نتيجه. غادي يحقوا مع رشيد، على الله يوصلوا شي حاجه في هذه القضيه. بداو كيحقوا معاه. الولد هنا كان متوتر بزاف. في الاول قال لهم باللي هو ما عارف والو، وباللي هو غير كيعاون حسن وما كيتدخلش نهائيا في الماكله ديال الناس، وباللي حسن ملي كيشوف الماكله خاصها الماء كيزيد عليها شويه ديال الماء. وهنا واحد من البوليس غادي يخدم بذكاء وغادي يقول لي باللي حسن راه اعترف لينا بكل شيء، بقيتي غير انت. وهنا رشيد زاد التوتر ديالو واللي بان عليه بشكل كبير. هادشي كيدل على ان رشيد عارف شي حاجه ولا عنده يد في هاد الجريمه. لو كان رشيد ما كان عنده حتى شي علاقه بهاد الجريمه، علاش غادي يتوتر بهاد الشكل؟ وكان غادي يهضر بكل ثقه ويدافع على راسو وباللي هو ما عنده حتى علاقه بهاد الشي كامل. السيد هنا ولا كيدخل وكيخرج في الهضره. البوليس غادي يضغطوا عليه. وهنا اخيرا رشيد غادي يعاود اشنو وقع بالضبط. في الاول قال لهم انا ما عرفتش حسن شنو قال لكم، وباللي على حد العلم ديالي حسن ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء. كيقول رشيد نهار 5/9/2008 خرج يتسخر لحسن وهو يتلاقى بواحد البنت واللي غادي نسميوها فاطمه. فاطمه كانت عايشه في نفس الحي مع والديها وخوتها. جات عندي وسلمت عليا وعطاتني 20 درهم وقالت لي غادي نزيدك وغادي نعطيك 100 درهم الا عاونتيني على واحد القضيه، او بالاحرى واحد الخير غادي نديروه انا وياك. هو صاحبتي وسميه وراجلها عندهم واحد التابعه، وفاش شافهم الفقي قال لك سيدي باللي خاصهم ياكلوا واحد العشوب لكن ما يديروهمش هما بيديهم، خاص شي واحد يديروا لهم وبلا ما يسيقوهما الخبار باش التابعه ديالهم تفك. هو ملي سمع هادشي في الاول تاق فيها بحكم انه دائما كيشوفهم مع بعضياتهم وعلاقتهم زوينه وديما داخلين خارجين بجوج، فغادي يوافق. وهنا عطاتو واحد الميكه صغيره فيها شي عشوب مطحونين وصاتو شنو غادي يدير، ووعداتو فاش يسالي هادشي غادي تعطيه 100 درهم. رشيد هنا وافق وبقى كيتسنى سميه وراجلها غير امتى يجيو ويجيبوا معاهم شي ماكله طيب عندهم. ونهار 18/9/2008 جابت سمية وحطات عندهم اللاطة ديال الحوت ومشات في حالها. وفي هذيك الوقيته ناضي يصلي حسن وهو يستغل هذيك الفرصه وجاب داك العشوب اللي عطاتو فاطمه وخواها كامله فوق الماكله، غداها ومشى يقابل شغالو بحال ما وقع والو. البوليس من بعد ما سمعوا الاعترافات رشيد في البلاصه مشاو كيقلبوا على فاطمه، ومن لقاو الدار ديالها طلبوا منها باش تمشي معاهم. وفعلا داكشي اللي كان. هاد فاطمه كان في العمر ديالها 23 عام. بداو كيحقوا معاها وسولوها على سميه. قالت لهم باللي سميه صاحبتها منين كانوا صغار، قراو مع بعضياتهم وساكنين في نفس البلاصه وديما داخلين خارجين بجوج، ومن نهار تزوجات ما بقاوش كيتلاقاو بزاف. وهذا الشيء طبيعي، السيده ولات عندها حياه اخرى ومسؤوليه عائله.
العائله ديال سميه والزوج ديالها من بعد ما عرفوا باللي فاطمه تشدات مشاو على وجه السرعه عند البوليس وقالوا لهم باللي فاطمه كانت على علاقه بزوج سميه قبل ما يتزوج بها، وباللي فاش اختار سميه وسمح فيها هي بقى فيها الحال، وهادشي اللي خلاها تنتقم منهم، وباللي سميه والزوج ديالها يلا هذا عام باش تزوجوا. المهم البوليس واجهوها بهاد الاقوال، وزيد على هادشي اعترافات ديال رشيد. فاطمه عيات ما تحاول انها تبرئ في نفسها، ولكن كل شيء كان ضدها، خصوصا الشهاده ديال العائله والجيران اللي اكدوا على انها على عداوه بسميه ورجلها. وحتى الاعترافات اللي كانت واضحه من رشيد خلاه هاد القضيه توضح اكثر واكثر، وبقى غير الاعتراف ديالها وداكشي اللي كان. فاطمه غادي تعترف بكل شيء وغادي تعاود لهم الحقيقه كامله. كتقول فاطمه في الاعترافات ديالها باللي تعرفات على الضحيه اللي هو زوج سميه فاش كانت عندها 15 عام، وفي هذيك الوقيته هو كان في العمر ديالو 20 عام. دوزوا مع بعضياتهم 6 سنين كيخرجوا كيدوروا وعايشين الحياة ديالهم، وكانوا متفقين على الزواج. كل شي كان عارف بالعلاقة ديالهم اللي كانت كتجمعهم، وحتى من سمية اللي كانت صاحبتها بالروح بالروح كانت عارفة. المهم كان هو موعدها غير يلقى شي خدمة غادي يجي للدار ديالهم ويتزوج بها كيف ما اتفقوا. لحد الساعة كل شي غادي هو هذاك حتى لسنة 2007، وبالضبط فاش خدم وصلح الطبقة اللي عطاه والديه باش يعيش فيها ملي يتزوج. لكن المعاملة ديالو مع فاطمة ولات غادا بشوية بشوية وكتبدل، كل نهار صداع ونقير وديما المشاكل، كيضربها وما كيخلي ما كيدير لها باش يجي منها هي العيب وتقول له نتفارقوا، ولكن هي بينها وبين راسها كانت دائما كتقول باللي خاصني نصبر. وماشي سهله هاد المده كامله دوز غير هكاك، راه 6 سنين وهي وياه، صراحه ماشي سهله. وحتى من صاحبتها سميه حتى هي بدات كتبعد عليها وما بقاتش علاقتهم كيف ما كانت ديما، كتهرب منها. وفي واحد النهار غادي يجي عندها وغادي يقول لها باللي هو ما بقاش باغي يتزوج وباللي خاصهم يتفارقوا وكل واحد فيهم الله يسهل عليه. فاطمه هنا بقات غير ساكته، وحتى من صاحبتها اللي غادي تواسيها وتصبرها ما لقاتهاش في جنبها، وغادي تدوز غير شي يامات قليله وغادي تسمع بانه عنده ضرب صداق في الدار ديالو. وهنا كانت صدمه، خصوصا ملي عرفت العروسه هي صاحبتها سميه. بلا ما تحس خرجت وبدات كتغوت قدام باب دارو، غير الجيران اللي دخلوها وفكوا داكشي، وهادشي اللي طرا ليها ما بغاش يتنسى ليها بالمره. ومن تما وهي كتفكر كيفاش تنتقم منهم. داز عام بالضبط فاطمه غادي تمشي عند واحد الشوافه وعاودت لها القصه كامله، وباللي بغات دير لهم سحر التفريق والمرض والفقر وزيد وزيد. وبما انها ما عندها حتى شي صوره ديالهم قررت الشوافه دير لهم سحر ماكول، وفعلا صوباتو وعطاتو ليها. في الاول فاطمه ما كانش عندها حتى شي فكره كيفاش غادي توكل لهم هادشي، والحل الوحيد اللي رقاتو مسلكه هو الفران فين كيطيبوا الماكله ديالهم مره. لكن حسن واحد الراجل اللي كيخاف الله مستحيل يوافق على هادشي، وحتى لا بغات تغريه بالفلوس فما غاديش يمشي معاها في داكشي اللي بغات. وهنا غادي تجرب حدا مع رشيد بحكم انه باقي صغير وما غاديش يرفض دغيا تقدر تلعب له بعقله. بقات حاضيه معاه حتى واحد نهار بان ليها غادي في الطريق غادي تمشي لعندو وغادي توقفو، شرحات ليه كل شي وباللي هو غادي يدير غير خير مقابل 100 درهم. وفعلا من بعد ما كمل المهمه ديالو عطاتو 100 درهم اللي وعداتو بها. اما بالنسبه لحسن مول الفران فما كان عارف والو. المهم من بعد ما رجعت فاطمه عند الشوافه وقالت ليها باللي كلشي هو هداك وباللي عطاتهم ياكلوا داكشي كامل في الماكله، الشوافه هنا بدات كتغوت معاها وقالت ليها انا قلت ليك مره وماشي في دقه واحده، كل مره حطي ليهم شي شويه ماشي تعطيهم داكشي كامل. وملي رجعت فاطمه للدار سمعت الناس الحومه كيهضروا على سميه وراجلها وباللي صافي مجرد تسمم عادي وقع ليهم اللي وقع، وهي ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء. وهكا حتى شي واحد ما غادي يشك فيها. غادي يجيبوا الشوافه واللي بالدور ديالها اعترفت بداكشي اللي دارت وباللي هي اكدات عليها
باش ما دير لهمش داكشي كله في مره واحده، وباللي تعطيهم غير شويه بشويه. ولكن هنا فاطمه مشات ودارت داكشي اللي قال لها راسها. اما بالنسبه لفاطمه كتقول باللي ما كانتش نيه ديالها القتل بصفه نهائيه، ومن بعد هاد الاعترافات غادي تحكم على فاطمه ب7 سنين سجنا نافذه وغرامه ماليه القدر ديالها 10,000 درهم بتهمه القتل غير العمد. اما الشوافه فتحكم عليها ب5 سنين وبغرامه ماليه القدر ديالها 5,000 درهم بتهمه ارتكاب اعمال السحر والشعوذه والنصب. رشيد حكموا عليه ب6 شهور وغادي يدوزها في الإصلاحية حيت باقي ما بلغش السن القانوني. أما حسن فبراءة. قضيتنا اليوم غادي تكون سالات. كنتمنى أنكم تخلوا لي الآراء ديالكم في الكومنتير وتقولوا لي كيف جاتكم هاد القضية ديال اليوم. تسناوني فيديو جاية. باي باي.